ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. دي بعض صور للمباراة اللي جمعت بين بيراميدز الأهلي أو الأهلي وبيراميدز في الإمارات الشقيقة بعد انسحاب نادي الزمالك. شايفين الناس بكل ضوائفها بتشوف المباراة، بتشاهد المباراة حبا في الأهلي وحبا في الكرة المصرية عموما. الشناوي أبدع زي ما احنا شايفين، مروان عطية، علي جبر من بيراميدز، مباراة ولا أحلى ولا أروع. إصابة متولي والحمد لله هو دلوقتي تمام. جماهير عاشقة أتت من كل مكان، هدف رائع معلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المتواضعة هواية وفن وابتكار. أولا بنبارك للنادي الأهلي على السوبر المصري، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. قناة نادي الزمالك بتبدأ على طول كل يوم برنامجها. نحن لا يعنينا الأهلي، نحن لا يعنينا ماتش السوبر، نحن لا يعنينا الخوض في فنيات المباراة، نحن لا يعنينا دي يا اخوانا بتاخد 3 ساعات. عارفين يعني ايه بتاخد 3 ساعات؟ وكله ده احنا مش عايزين نتكلم عن النادي الاهلي، معايا كل ال3 ساعات عن النادي الاهلي، بس بيتخللهم يعني بكل جملتين 3 سيادة المستشار سيادة المستشار سيادة المستشار. لازم طبعا كل جملة تتقال سيادة المستشار. ليه؟ معرفش، هم شايفين كده. طيب، وبعدين انا عايز اتكلم في حاجة. انت لست ند للنادي الاهلي على الاطلاق، لست ند للنادي الاهلي ولا قطب من قطبي الكرة المصرية. كنت قطب، ولكن قبل 30 عاما مضت، لما كان الزمالك زمالك، كان مجلس إدارة، كان لعيبة، كان مفيش حاجة اسمها الأهلي ظلمني، الحكام ظلمتني، وكان بياخد بطولات. أخدت إيه في 30 سنة اللي فاتت؟ شيء لا يذكر. لو فيوتشر ولا أي فريق من الفرق الحديثة العهد بالكورة بالممتاز يعني كانت بتلعب خلال ال 30 سنة ديت، كانت خدت 4 5 بطولات على الأقل. لم تأتي بجديد. ربنا يهديكم علينا وتخلوا لكم من نفسكم. كونفوشيوس بيقول بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة. يا أخي، خليك في نفسك. ولينا كلام تاني، مش عايز أطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بدر عاشري، هوان قناة هواية وفن وابتكار. نرجع تاني ونبص على بعض صور المباراة. مروان عطية، هجمات لبيراميدز، هجمات للأهلي، تألق من إيه يا عم، ما تركز في النادي بتاعك، ركز في فنياتك، في مدربينك، ركز في نفسك. بلاش تعيش دور المضطهد اللي دايما مظلوم والدنيا عليه والحكام عليه والعالم كله عليه. مش عارف انا يعني ليه الوسواس القهري ده يعني بيسيطر عليك. وبعدين لما انت كده يعني حاطط في دماغك ان الاهلي بياخد البطولة قبل ما تبدأ، او بتلعب ليه؟ اقفل النادي وبلاش لعب، سيب غيرك يلعب زي ما سبت بيراميدز كده يلعب. وباتشيكو بيقول لك انا فهمت دلوقتي مرتضى منصور ما كانش ليه عايز يلعب المباراه. لا، ده هو ما كانش عايز يلعب المباراه عشان عارف نفسه هيتغلب. وانت المفروض تقول فهمت ان هو ما كانش عايز يلعب المباراه عشان هيتغلب زي ما انا اتغلبت، هينهزم زي ما انا اتهزمت، هيرفع كاس السوبر امام العالم كله. الاهلي بطل وزعيم قاره وسيظل زعيم قاره. اي نعم، افريقيا سياسيا اللي بيصحى بدري بيمسك الحكم، بس رياضيا اللي بيصحى بدري او ينام بدري بيصحى على زعيم القاره
بيصحى على الأهلي، لأن أفريقيا ليس لها إلا زعيم واحد. تمام؟